هل تعلم أنك إذا ما أغدق عليك بالنعم فلم تشكر هذه النعم أنك وقعت بأمرين وبشرين اثنين؟ أما الأمر الأول فإن ترك شكر النعم باب إلى زوالها، لأن الله تعالى إنما وعد بزيادة النعم لمن شكر، وهذا يعني أنه لن يزيدها لمن لم يشكر. الشكر الحقيقي اللي يليق في الله. الثاني، اعلم رحمك الله أن هذا باب من أبواب الاستدراج. الله عز وجل يقول: سنستدرجهم من حيث لا يعلمون، ما يشعرون أصلا أنهم سيؤتون من هذا الباب. يجي سفيان الثوري رحمه الله تعالى ويفسر هذه الآية، يقول يعني سنغدق عليهم بالنعم ونحرمهم من الشكر، فمن حرم الشكر فقد حرم خيرا عظيما، فوت على نفسه الاستمرار وجعل نفسه في مظان استدراج الله رب العالمين. فإياكم أيها الكرام أن تغفلوا عن شكر المنعم سبحانه وتعالى. طيب يقول لك شلون بدي أشكر؟ أي نعمة تأتي إليك ردها إلى الله سبحانه وتعالى. هذا أول وأولى درجات أنك تشكر رب العالمين سبحانه وتعالى. ولد، مال، صحة، عافية، أي شيء، قل والله هذا من الله سبحانه وتعالى، فأشكر الله رب العالمين وأحمده على أنه من علي وأعطاني، فالحمد لله رب العالمين.